بصوا بقى يا جماعة، أنا عارفة إني كنت وعداكم إن الحلقة الجاية هنتكلم عن الأدوات اللي بتساعدنا نتعامل مع استنوا بس أحاول أقولها صح، الفايبروماليجيا، أو زي ما بقولها دايما الفايبروماليجيا. أصل دي خناقة كبيرة قوي ما بين لساني ومخي، وكل ما أحاول أقولها صح برضه بغلط، مفيش فايدة. مواليد التمانينات بقى، اعذرونا. مين يا عيني مش مجمع مين حالا اهو هيدمع لما نقول له عمو عشان مواليد 80. هقول لكم حاجة صغيرة كده عن اسم المرض نفسه. كلمة فايبروماليجيا أو الفايبروماليجيا زي ما أنا بقولها، الكلمة دي أصلها مش عربي أصلا، متقسمة لثلاث أجزاء. فايبرو يعني الأنسجة الليفية، ومايو يعني العضلات، والمايجيا يعني الألم. يعني الاسم كله على بعضه معناه الألم في العضلات والأنسجة. تخيلوا كده إن الاسم نفسه مش بيقول سبب، مش بيقول ليه، مش بيقول منين بدأ، هو بس بيقول إن في ألم. وهو ده إحساس ناس كتيرة عايشينه كل يوم، ألم من غير ما يبقى ليه شكل واضح قدام الناس. ايه يا شيخ؟ المهم إن الفترة اللي فاتت انشغلت شوية في تصوير حلقات لسلاسل تانية على القناة. تعال أقول لك وما وراء الحقيقة، وسلسلة جديدة أتمنى إنها تعجبكم اسمها الصندوق الأسود. ودول واخدين مني بصراحة وقت وتركيز كبير قوي. انا مبهور بيا. بس ده مش معناه إني نسيتكم ولا نسيت الحلقة دي، بالعكس أنا بجهز ليها بس بشكل يليق بيكم كده، لأن الموضوع ده مش هزار، وكل كلمة فيه لازم تبقى طالعة من تجربة حقيقية. بس قبل ما أسيبكم خلوني أقول لكم 3 حاجات صغيرة كده ممكن تبدأوا بيها لو تحبوا تجربوا وتمشوا على نفس الطريقة بتاعتي. أول حاجة، ما تضغطوش على نفسيكم في الأيام الصعبة. جسمك مش عدوك، جسمك بيقولك أنا محتاج رحمة. تاني حاجة، قسموا اليوم حتت صغيرة. ما تفكروش في اليوم كله، فكروا في الساعة دي بس، أنا هعمل إيه دلوقتي. تالت حاجة، ما تقيسوش نفسكم بالناس التانية. انتم مش كسالة، انتم بتجاهدوا حاجة مش باينة للعين. الحلقة الكبيرة عن الأدوات وتنظيم اليوم والطاقة جاية قريب جدا، وهنتكلم فيها عن كل حاجة بهدوء. وأيوة، يمكن لحد ما تنزل أكون عرفت أقول فايبروميالجيا صح، بس غالبا برضو مش هعرف أقولها. أنا متحمسة جدا للحلقة الجاية، استنوني.